كنتش اول مره تزوريني، يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه، تدوسي على كلمه اشتراك باللون الاحمر. او اذا كنت مشتركه يا ريت تفعلي الجرس. النهارده هنعمل اكله محبوبه جدا عندنا في الصعيد في محافظه قنا. هي المديده. المديده دي من الاكلات المحبوبه جدا في الشتاء. بتدفينا خالص، جربوها هتعجبكم خالص وبتدي طاقه وتدفئه فظيعه. دايما بنحبها وبنعملها كتير في الشتاء. المديدة دي من الأكلات البسيطة خالص. عبارة بنستخدم فيها الدقيق والعيش الشمسي بتاعنا. وإذا كان طبعا مش كل الناس بتعرف العيش الشمسي، ممكن تستخدمي العيش البلدي العادي. وهي بسيطة جدا وسهلة وليها عدة طرق. في ناس بتحبها بالسمسم أو فيها سكر، وفي ناس بتحبها بالحلبة من غير سكر. على حسب اختيارك، بس الطريقة دي جميلة جدا، جربوها هتعجبكم. وطعمها تحفة خالص، بجد لذيذة. ان شاء الله هتعجبكم. هنشوف خطوات عمل المديدة. خليكم معانا. هنا بجيب الحلة وبحط حوالي 3-4 معالق زيت، او ممكن سمنة بلدي. 3-4 معالق كبار زيت، انا هعمل كمية كبيرة. وبعد كده بنحط سمسم على حسب ما انتي حابة، ممكن تكتريه ممكن تقللي، بس هو كل ما بيزيد السمسم بيكون طعمه حلو. انا هنا حطيت حوالي 4 معالق السمسم. هنقلب السمسم هنا كويس لغاية ما يحمر لونه، بس ما يحمرش، ما نخلوش يتحرق. بنخليه لونه احمر خفيف كده او ذهبي. بعد كده هنا بضيف حوالي 3 كوبايات مية ورشة ملح، وبنخلي المخلوط ده يغلي على النار لغاية ما نجهز المديدة. هنا حطينا رشة ملح و3 كوبايات مية و3 معالق زيت وسمسم. هنا بجيب فنجان صغير، فنجان، بحط فنجان دقيق، بحط نص تاني، يعني على حسب المقدار اللي انت عايزاه. انا حطيت حوالي فنجانين دقيق او كوبايتين شاي صغيرة كده دقيق. هنا بقلب وحطيت ميه، وهنا بقلب خالص الميه على حسب ما تخلي العجينه دي زي عجينه الكريب بالظبط. هنا بقلب بالمضرب كويس، بنقلب كتير عشان ما يفكونش لغايه ما تبقى سايله والدقيق ما يكونش فيه تكتلات وكده. بزود الميه، ولازم العجينه تكون زي الكريب بالظبط. يعني حط كوبايتين دقيق او فنجانين صغيرين دقيق، وبنحط المية على لغاية ما بيكون عجينته زي عجينة الكريب. وصفة المديدة دي أكلة سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص. شايفين العجينة وصلت لغاية فين، أو السائل وصل لغاية فين. هنا بقلب كويس خالص خالص. أو ممكن لو حد قلقان ممكن العجينة ما تعملش معانا ويكون فيها تكتلات وكده، ممكن تحطيها في الخلاط وتضربيها في الخلاط، او ممكن تضربيها بالهاند بلندر. السائل بيكون بنفس القوام ده. وبعد كده لغايه ما تغلي الميه والسمسم نروح نجيب السائل اللي احنا حضرناه او العجينه اللي حضرناها ونكبها كده في الميه، ونقلب كويس برضو بالمضرب، المضرب اليدوي العادي. نقلب كويس خالص، لان العجينه والسائل ده بيكون زي النشا، لازم بيحتاج نقلب كتير. وشايفين وصل القوام لغايه فين. جميله جميله بجد، يعني حكايه الاكله دي. ممكن بالليل بعد العشاء، ممكن في اي وقت بتتاكل. يعني ممكن احنا بنكون ممكن على 10-11 بالليل كده بنعملها بتدفينا. هنا حطيت السكر، وطبعا السكر على حسب ما انت عايزة. في ناس بتحبها مسكرة، وفي ناس بيكون سكر، بتحب السكر يكون مظبوط فيها. فالسكر ده على حسب ما انت عايزة او انتوا حابين يكون درجة الحلاوة بتاعتها قد ايه. هنا بقلب السكر كويس. شايفين القوام بتاعها بجد تحفة، جربوها. بعد كده هنا معانا العيش الشمسي بتاعنا ده، بنقطعه قطع صغيرة.
اهو بنقطعه كده، شايفين؟ وبعد كده بنجيب المديدة اللي احنا حضرناها ونحطها على العيش ده. احنا مشهورين بالصعيد بالعيش الشمسي، وسميناه عيش شمسي لان بنخليه يخمر على الشمس. اهو المديدة بعد ما جهزت خليناها غليت على النار، وبعد كده نزلناها وحطينا السكر، وطبعا السكر على حسب ما انتوا حابين. هنا احط المديدة على العيش، بجد جميلة جدا وبتدفي بشكل فظيع. احنا بنعمل عندنا في الصعيد المديدة، بنعمل العصيدة، وبنعمل سد الحنك. بنكتر الاكلات دي، بتدي طاقة وحرارة جامد للجسم، وبتحسسنا بالدفع. وحطينا المديدة على العيش الشمسي بتاعنا. واذا كان ما عندكيش العيش الشمسي زي ما قلنا، ممكن تستخدمي العيش البلدي العادي، بس هي بالعيش الشمسي بتكون احلى. بنقلب هنا المكونات كلها مع بعض، شكلها تحفة وطعمها يجنن، بجد جربوها. وممكن نستخدم بدال المية بنستخدم لبن، يعني ممكن تحطي سمنة بلدي، ممكن تستخدمي اللبن براحتك خالص. هي ليها كذا طريقة، كل واحد بيعملها بالطريقة اللي هو بيحبها. ممكن تكون مسكرة فيها سكر وفي سمسم، وممكن تكون من غير سكر بملح بس وبالحلبة بس. انا بفضل دي، بتكون طعمها جميل جدا، حاجة حكاية كده، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.